انا عندي كمان مشكله بقى في احساسي بالذنب الرهيب طول الوقت. يعني لو ابني ما نزلش على سنجة 10 شعره متسرح، لو حد مثلا قال له هو فين الزرار، لو سمعت تعليق من اي حد من اصحابي، لو احنا مثلا في النادي ولا في اي حته، افضل طول اليوم حاسه بالذنب، وانا ازاي سبت ابني يتعرض لجمله زي كده. لدرجه حبيبي ان الولد بقى زيي، انا ما بقتش عارفه اعمل ايه، بقى طول الوقت قلقان، طول الوقت خايف ومتوتر ان انا ممكن اقول له حاجه تضايقه. يعني انا حتى اثرت ده على العيال. طبعا لان هو شايفك انتي متوتره جدا من حاجه هو كمان بيتوتر منها. يعني ولادنا بيتعلموا من اللي احنا بنعمله اكتر من الكلام اللي احنا بنقوله، فهو شايفك انتي كل حاجه لازم تبقى كامله، ما حدش ينفع ينقدنا. هو كمان مش قادر يقبل النقد وعايز كل حاجه تبقى كامله، والا بيشوف انه عنده مشكله. طب معلش انا اسفه، معلش مش عارفه اركز، ممكن معلش الم الدنيا عشان طيب الدبان يعني والحاجات، بس من غير ما نبهدل. لا ما بالراحه نلم بس الحاجات. طب انا عايزه اقترح عليكم حاجه. اتفضلي. مش هنلم الحاجات، احنا هنقعد نكمل. هنسيبها كده؟ هنسيبها كده. مش هعرف اركز. لا هتركزي معايا، هتجربي. استحملي التوتر شويه بتاع ان الحاجه قدامك مش زي ما انت عايزه للاخر، زي ما انا مستحمله ان في دبانه قاعده هشها كل شويه. استحملي انه مش كل حاجه زي ما انت عايزه، وانا مش هنقد لان انا موافقه على اللي بيحصل ده. بس انا مش موافقه عشان انت اتعودتي على ده، علشان تعالي نجرب حاجه تانية. الكنترول بيفلت من ايدينا. يعني عارفه لما تحس ان انت كل حاجه تحت ايدك، او انت عارفه تحركيها او تسيطري عليها، فانت راسمه بلان بنمشي عليها، فلما طلعت بره السيطره بالظبط، فانت لا الموضوع سارة هيبقى صعب. انا مقدره توترك، بس ايه رايك تقعدي؟ مش عارفه بجد. جربي. طب مش هناخد كيك كده في الاخر؟ مش هتعمل لنا كيك؟ هنعمل كيكه، بس قولي لي حاسه بايه دلوقتي لما انا قلت لك هنستحمل ان الحاجات مش زي ما انت عايزه بالظبط؟ في توتر شويه صح؟ متوتره جدا وحاسه انت قهرتيني كده، عارفه بسطتيني. انا اسفه. الموضوع ده محتاج ان انا ابتدي اجرب حاجه جديده. هجرب حاجه جديده، اجرب استحمل اشوف المنظر ده ازاي، ما اقدرش. طيب كفايه لغايه كده، تقدري تقومي تشيليه. قدرتي تستحملي الدقيقتين اللي فاتوا. شكرا.